جيت لهنايا سائح ومنها نخدم ما شاء الحمد لله، نعم هنا ربي. الحديقه لهنا ما شاء الله معمره بالامن. شوف والله المواطنين راهم كي يشوفوا الشرطه يرتاحوا، راهم مأمنين المنطقه ومأمنين كاع ولايه وهران. شفت حاجه اللي عجبتني بزاف، يعني اسلوب حضاري. شفت الشرطه بالدراجات الهوائيه، هذا شيء والله عجبني بزاف. كنا نشوفوه غير في اوروبا، رانا نشوفوه في بلادنا دروك. الحمد لله. السلام عليكم، تحيه لكم جميعا. معكم الفنان الكوميدي هندو. اليوم راني في ساحه الصديقيه الجردان، الله يبارك ما شاء الله، والامن الله يبارك منتشر في كل بلاصه، يعني ما شاء الله. هذه تحيه لرجال الامن اللي بارك الله فيهم يعطيهم الصحه، يعني والله شيء جميل. انا فرحان بزاف. تفعيلا للمخطط الامني المسطر من قبل مصالح الشرطه الامني ولايه وهران طيله موسم الاصطياف، سخرت مصالح الشرطه الامني ولايه وهران كل الامكانيات الماديه والبشريه والتقنيه قصد تامين هذا الموسم، وذلك عبر الفضاءات والاماكن والساحات العموميه التي تشهد اقبالا كبيرا للعائلات خلال فترات متاخره من الليل. هذا المخطط الامني تم اقحام فيه كل واحد العملياتيه عدة وعتادا من أجل السهر على راحة المواطنين بالدرجة الأولى والمصطفين بالدرجة الثانية، وذلك من أجل ضمان موسم اصطياف آمن، إضافة إلى الانتشار الجيد لمختلف التشكيلات الأمنية الراجلة والثابتة والراكبة عبر المحاور، من أجل أولا ضمان الانسيابية المرورية، وكذلك ضمان تنقل المصافين أو السواق خلال هذه الفترات، إضافة إلى الدور البارز لفرق الدراجات الهوائية في تأمين هذه الفضاءات، إضافة إلى دور المراقبة بواسطة الفيديو من أجل التدخل الفوري والآني وتوجيه الوحدات العملياتية من أجل إحباط كل نشاط إجرامي مهما كان شكله. ولا بأس في هذا أن نذكر بثقافة التبليغ لدى المواطن عبر الأرقام الخضراء 1548 وخط نجدة 17 وتطبيق تآلو الشرطة من أجل إسهام المواطن في أمنه وسلامته، ولا يتأتى بذلك إلا بدور البارز للمواطن من أجل تحقيق هذه المعادلة الأمنية.